بسم الله الرحمن الرحيم. الأرجنتين إلى نهائي مونديال قطر 2022 بثلاثية نظيفة أمام الكروات. حقيقة يستاهلون أداء ولا أروع. ميسي قدم مباراة كبيرة، صنع هدف وسجل هدف من أفضل بطولات ميسي. حقيقة هذا اللاعب الحلول أمامه صعبة، اليوم لاعب يمتلك كل الحلول. المنتخب الكرواتي اليوم دليتش حقيقة قاد المباراة بشكل سيء وسيء بدرجة عالية. يعني اليوم استحوذ على الكرة وهذا غلط أمام المنتخب الأرجنتيني. يعني اليوم المنتخب الأرجنتيني تعلم درس من 2018. بال2018 شفنا كرواتيا انه واقفة بمكانها ومغطية الخطوط والدفاع متكتل، وانتصروا على الأرجنتين بثلاثية 2018. اليوم المنتخب الأرجنتيني عمل نفس الشيء، اليوم خلى الكرة للكروات ولعب بالمرتدات على المنتخب الكرواتي. ايضا الأرجنتين اتصور انه تعلمت درس البرازيل. المنتخب البرازيلي انه لو خلى الكرة للكروات ويلعب على سرعة نيمار وفينيسيوس كان تأهل المنتخب البرازيلي. اليوم الأرجنتين المدرب سكالوني بدهائه بذكائه حقق انتصار مهم للأرجنتين بشكل مميز واستحقاق. اليوم شفنا المباراة من طرف واحد، يعني ما شفنا مباراة ندية قوية بين المنتخبين، لا اليوم شفنا الأرجنتين ممكن يسجل الرابع، ممكن يسجل الخامس. ميسي اليوم أصبح هداف للمونديال مع كيليان امبابي. حقيقة ميسي قدم بطولة ولا أروع. يعني آخر مونديال إلي أصور إنه ميسي ناوي أنه يحصل على البطولة. يعني إذا واجه المنتخب الفرنسي راح تكون مواجهة قوية، وأتوقع أيضا راح ينطن الكرة الاستحواذ للمنتخب الفرنسي إذا تأهل المنتخب الفرنسي. المنتخب المغربي شفناه بالبطولة قدم بطولة ولا أروع، بغض النظر عن نتيجة مباراة فرنسا هو قدم بطولة كبيرة ويستحقون كل التقدير والاحترام. نتمنى انه المنتخب المغربي يتأهل ويحقق انجاز تاريخي يعني ولا اروع، يتأهل الى النهائي. بس يعني اذا واجه المنتخب الارجنتيني راح تكون صعوبة به، عكس المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي امام الارجنتين لا 50-50، والمنتخب الفرنسي يمتلك لاعبين خبرة عندهم جودة. يعني اليوم الارجنتين حقيقة الفارس قدم مباراة حلوة، سجل هدفين ميسي ايضا، بس يعني مع ذلك كأفراد المنتخب الفرنسي افضل من المنتخب الارجنتيني، رغم انه النهائي يعني اليوم يعتمد على جزئيات بسيطة. يعني اليوم ممكن ميسي يحسم المباراة بأي دقيقة وبأي ثانية، سواء ركلة جزاء، سواء حرة، سواء اختراق، سواء يعني مهارات. يعني المنتخب الارجنتيني ميسي يعني ما نقول انه هو يعني فقط المنتخب الارجنتيني يمتلك ميسي، لا عنده لاعبين على مستوى عالي، مهارات فردية عالية، تكنيك عالي. فاستحق اليوم المنتخب الارجنتيني انتصار. ميسي والله الكلام يعجز، واحد يعجز انه شلون يوصف هذا اللاعب العملاق، اسطورة كرة القدم. اليوم هو المونديال الاخير له. حقيقة شفنا مغادرة رونالدو، شفنا مغادرة نيمار، اليوم مودريتش ايضا قدم بطولة ولا اروع. اليوم المنتخب الكرواتي ما يتحمل مودريتش يعني المنتخب الارجنتيني استحوذ. يعني المنتخب الكرواتي اتصور ان المدرب هو سبب النتيجة الكارثية اليوم امام الارجنتين. يعني الامور واضحة، يعني انت برزتش يعني يا كرة يزمها يشوتها، ماكو حلول، فاعتمدوا على الكرات يعني التسديد من خارج المرمى لان فقدوا الحلول. اليوم ما عندهم مهاجم على مستوى عالي. المنتخب الكرواتي نعرف منتخب يعتمد على التنظيم والكرة الجماعية، واليوم بعد الهدف الاول الارجنتين فك التنظيم، اصبح المنتخب الكرواتي منتخب سهل، سجل عليه اكثر من هدف لان التنظيم يعني خلاص يعني، والاستحواذ يعني سلبي. يعني الاستحواذ اليوم المنتخب الكرواتي ما قدم اللي يشفع له. يعني الارجنتين حقيقة سكالوني هو سبب الانتصار. اليوم انطى الكرة للكروات واعتمد على المرتدات. فألف مبروك للمنتخب الارجنتيني، ألف مبروك لجماهير ميسي والارجنتين هذا الانتصار. المنتخب الارجنتيني بالمباراة النهائية راح يكون ند قوي وصعب امام اي منتخب، لأن المباراة النهائية حقيقة يعني إذا فرنسا والأرجنتين فهو راح يكون اللقب الثالث سواء للأرجنتين أو فرنسا. ونتمنى التوفيق. مباراة المغرب غدا أمام المنتخب.